ميسي اللاعب تقصد؟ ايه يوم من الايام يعني هاي قصه طويله، خاف تكون ممله يعني انا اريد احكيها لا خذ راحتك، لان قصه جدا طويله. لا خذ راحتك. نفتح جوله لعدو نحكي لان انا هم تعبت. صح. أيوة. حبايب القلب شنو هذا؟ ليش هيجي؟ تكبيساتكم الحلوه. يلا. يوم من الايام عمار ايه كان عندنا بعثه للارجنتين. ايه راح احكي لك هاي القصه سنه 1984. ايه اجا واحد مندوب دبلوماسي سوى مال المجاملات الدوليه. قال سياده العقيد ابو شاهين لازم نسوي جوله ميدانيه بالارجنتين بالساحات المصغره ما طابه. اي لان انا بوقتها كنت مسؤول لجنه الرياضه والشباب انا ذاك بعد ما طرده صباح المرزله اللي فوق مزرعه بالتاج جاي يغلط على صدام، فمن حبه اليه ما عدمه بس طرده. اخذ هذا المنصب وكاله انا ذاك ابو شاهين اللي بكل تواضع امامك وامام الجمهور الطيبين. اكيد معروف بتواضعك فدوى قلبك. فبوقتها كنت لابس تراك سوت اخضر عليه علم العراق، لحد الان اتذكر كان اللبس مال المنتخب الوطني مالتنا تراك سوت اخضر يجي وعليه علم العراق هنا كامل. اي رحنا جوله ميدانيه بوقتها اني وعم بابا رحمه الله على روحه. الله يرحمه يا رب. عم بابا كان بعده شاب. ايه بذاك الزمن. ايه الفنان عبد الله حبيبي تاج راسي رحمه الله والديه. الحاصل عمار طبينا اجا واحد للمصغره من الباب كان وياه طفل ما يحكي وعنده شويه رجفه، اللي هو اللاعب اللي صار بعدين لاعب عالمي، كانت عنده داء التوحد مريض. اوكي. وطلع بعدين هو ميسي نفسه. فاجا ابوه يضرب، كان ابوه ياخذ ممنوعات، فقال لهم انا ترى هذا على الله وعلي بس عنده موهبه يلعب. طب المدرب ما عجبه، شافه هواي يراوغ يعني ويا الاطفال، كان صغير بوقته. باوعت علي انا قلت لعمو بابا، قلت له عمو بابا باوع ذا؟ قال نعم ابو شاهين. قلت له هذا راح يصير رقم 1 بالعالم. قال ليش؟ قلت له هذا عنده داء التوحد، لان دائما الطفل ينصاب بهذا المرض عند ما يعني ما يكون عنده كونتاكيرن مع الاطفال. صح. هسه اليوم عوف البشر، جيب لك حشى سامع حيوان حصره بغرفه مده اسبوع بعدين طلعه يتوحش، مو صحيح؟ يتوحش بالضبط، صح كلامك. فما اذا هو طفل وعنده موهبه كره قدم وحاصرينه اهله، لان الام ما تخاف عليه، حلو يطلع برا، هناك مناطقهم تعبانه بها ادمان وهالامور. والاب هو اصلا واقع بيها ياخذ ممنوعات، فالامايه خايفه من المجتمع وخايفه من ابوه، دقوا ويا الامايه دفع ابوه، قالت لا انا اشوف عنده واهس يباوع للطوبه، يعني يقرا جرايد بوقتها، يقرا حياته، عرف انه عنده موهبه وهوايه. الله تصير صح، بلكي تنجح. بوقتها الارجنتين كانت بحرب ايران عاصي عندهم، احنا كان بالميناء البحري كنا دافعين فلوس ما يردون يطوها، كانت شغلتهم يمنا. كان بوقتها السيد الرئيس يريد يقلب الطاوله على روسهم، كانت بوقتها عالقه. ايطاليا اخذت من عندنا باخره خاومت اي الارجنتين كانوا ماخذين من عندنا شغله ما يردوا يرجعوها، فصارت مجاملات دوليه. احنا يعني بوقتها كنا قابين عليهم، شو نريد من عندهم يوافقون؟ قلت له زائدا اللي من الحكومه اريد من عندك شغله وحده اللي هو مدير الشباب والرياضه انذاك، قلت له بس اريدك توقع عقد لهذا الطفل بعد فتره من الزمن، هذا رقمه اريدك تتصل لي تقول لي توقعاتك مثل ما هي. وانت شو عندك بعد نظر انه هذا يوم من الايام حيكون نجم؟ ابا على الانسان اعرفه لو بعد 10,000 سنه الا بحاله واحده عمار، اذا كان لابس نظارات ما اقدر اكشفه، عيونه تختفي. عندي استعداد اطب بعينه بالبؤبه مال المقابله اعرفه وين كان بيا مدرسه يداوم وش ناوي وش يريد من عندي بدون ما يفهم. انا بالامن انا مو سهل عمار. طبعا اكيد تقرا الانسان. انا دارس الحيطه والحذر، الحس الامني،